بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائنا المتابعين الغاليين، النهاردة إن شاء الله هنعمل أكلة سمك بطريقة جديدة. هعمل فيليه بالفيجيتار وخلطة مميزة كده إن شاء الله هقول لكم عليها، وبضيف على الفيجيتار سمسم. تمام، السمسم تحفة مع خلطة الفيجيتار، جميل. بنسمي الله كده. طبعا انتوا هتقولوا ايه دخل الفلفل بالموضوع؟ الفلفل الاخضر، انا بعشق الفلفل الاخضر يا جماعه، مقلي وبحط عليه دقه وليمون، بيودي الاكل في حته تانية، وخصوصا لو مع السمك. طبعا بفضي الفيجيتار وبفضي عليه معلقتين سمسم. الخلطه بقى اللي انا تبلت فيها السمك عباره عن دقيق ومعلقه كاري ومعلقه كركم ونص معلقه ملح ونص معلقه كمون. تمام، بضيف عليهم فص ليمون وفصين توم ومن نص الكوباية مية يعني من نص كوباية لكوباية على حسب كثافة الدقيق معاكي. ما تخففيهوش، تقليه عشان تبقى الخلطة حلوة وتثبت على السمك. تمام، طبعا احنا هنا خلصت طبعا الفلفل وبردت يعني ما خليتش الزيت على النار. تمام، زي ما انتوا شفت كده ضفت المعلقتين السمسم، وهو الفيجيتار بيبقى طعمه حلو اصلا يعني. تمام، السمك اهو، ودي الخلطه اللي انا قلت لكم عليها يا بنات. وطبعا بضغط عليه عشان الخلطه تثبت، بضغط على الفيليه علشان خلطه الفيجيتار والسمسم تثبت عليه. تمام، وعلى نار متوسطه مش نار عاليه، الزيت ما بيبقاش سخن قوي ولا بيبقى بارد. زي ما قلت لكم كده انا كنت بعمل الفلفل وشلت الطاسه من على النار يعني. السمك ده تحفة جدا، وان شاء الله هنعمل دلوقتي برضو جمبري بطريقة تحفة بصوص خطير يعني. ما شاء الله كان طعمه جميل قوي مع الرز، كان فارق يعني. اهو يا بنات طبعا هعمل كمية السمك اللي عندي، واي سمك فيليه او السمك عامة بيحتاج رز صيادية او رز ابيض، بس انا عملت لان ده فيليه عملت جنب رز ابيض، وعملت زي ما قلت لكم شوية جمبري وكابوريا. هقول لكم دلوقتي على الصوص كان تحفة جدا، ومخلي طعم الجمبري والكابوريا في حتة تانية. تمام، انا طبعا بخلص الكمية وهنبدأ في الجمبري طبعا معلقة زبدة وبصلايه واحدة صغننة، احنا بنعملها عشان الطعم بس. وطبعا زي ما قلت لكم كده الفلفل برش عليه دقة وليمون وطبعا البصلة اهي، وبضيف لها فص ثوم واحد مش اكتر، هو بيدي طعم يعني علشان طعم الكابوريا والجمبري. عندي هنا فيجيتار مش كمية برضو، 3-4 معالق. وادي البطال بتاع الجمبري، وعندي كابوريتين برضو هضيفهم عليه، وهغطي. الكلام ده مش هيكمل حوالي يعني تلت ساعة على النار، يعني من ربع ساعة لتلت ساعة الدنيا هتبقى تحفة يعني. تمام، ده المنتج الأخير بتاعنا، السمك بالسمسم والسمك الفيليه بالسمسم والفيجيتار. تمام، طبعا اي خضرة بقى عادي بقى، الدنيا بقى شفتوا بقى ما شاء الله بقت جميلة. ما مش بيطول على النار يا بنات، زي ما قلت لكم خالص، يعني من 10 دقايق ربع ساعة على حسب الحاجة اللي موجودة، يعني على حسب حجم الجمبري وكده. تمام، خلصنا بقى الأكلة الجميلة دي بتاعتنا دي النهاردة، ويا رب تكون عجبتكم. وزي ما قلت لكم انا عملت رز ابيض مع الجمبري والسمك ولو بصوا بقى يا بنات، دي التحفه والله العظيم يا بنات، ما فصلتش يعني. انت لو او شفتوا بقى